جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من أبيه وقال: يا رسول الله، أبي أهلك مالي، أخذ مالي، لا يبقي لي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: اذهب وأحضره لنسمع منه. ذهب الولد إلى أبيه، وبينما هما في الطريق قادمان، هذا الأب من شدة ألمه من صنيع ابنه به قال أبياتا في نفسه من الشعر ما سمعها أحد. ثم وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شأنك مع ابنك؟ أخذت منه المال؟ قال: يا رسول الله اسأله أين أنفق هذا المال؟ أليس على عماته وأخواته؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل الشاب فقال: نعم. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأب وقال: اتركنا من هذا الآن. ما الذي قلته في نفسك وأنت قادم إلي؟ من الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نزل جبريل لعظمة ما في قلب هذا الأب من الحزن ليرسل رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل مكلوم مجروح من ابنه، وقد قال أبياتا في قلبه اسمعها منه. فالرجل بهت واستغرب وقال: أشهد أنك رسول الله، والله ما قلتها لمخلوق بل زورتها في نفسي. قال: قلها. يقول: قلت: غدوتك، يتكلم عن ابنه، غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني عليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، وعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي منك غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذا لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يعمل. هنا انتفض الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للشاب: قم أنت ومالك لأبيك. هذا الألم الذي وصل في قلب هذا الأب حتى إن جبريل ينزل من السماء موجود في قلوب كثير من الآباء في هذا الزمن. إنه أبوك وأوسط أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال لنا أنك لن توفيه حقه إلا في حالة واحدة. أتعلمون ماذا قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يجزي ولد عن والده، يعني لا يمكن أن توفي حق الأب إلا أن تجده مملوكا فتشتريه فتعتقه، هنا تكون أديت حق الأب. من يستطيع أن يعمل هذا في هذا الزمن؟ إذن لا يمكن أبدا أن توفي حقه، لأنك أيها الابن فيك 3 خصال ورثتها في أبيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الابن مجبنة مبخلة محزنة. الابن أنا وأنت أبناء، مجبنة تجعل أبوك دائما خائف عليك منذ أن ولدت إلى أن يفارقك وهو يخاف عليك، يخاف عليك في تربيتك، يخاف عليك في رزقك، يخاف عليك في دراستك، يخاف عليك في عشرتك، يخاف عليك في كل شيء، حتى تفارق بعضا لا يفرقكم إلا الموت وهو حزين عليك. مجبنة خائف عليك، محزنة دائما تدخل في قلبه الحزن. لماذا؟ لأنه يخشى أن يقصر في حقك في حياتك، لا يريد أن يكدر خاطرك، كل ليلة ينظر إليك، يحاول أن تنام وأنت آمن مطمئن، ثم بعد ذلك إذا افترقتما فإنه لا يحزنه شيء أشد من أن يراك بعيدا عن ربه أو بعيدا عن طاعته. ثم ماذا؟ ثم قال: ومبخلة. ما معنى مبخلة؟
أي أنه يحرم نفسه من لذات العيش لتنعم بها أنت. أنتم آباء، لكم أبناء، ألا تحرم نفسك أحيانا من شيء تحبه لأنك تريده لابنك؟ هكذا كان أبوك. أنت الآن في زمن رخاء، هو كان في زمن شدة. فإذا الابن مجبنة محزنة مبخلة، فهل ستوفي حق الأب؟ إن الأب لا يبخل على نفسه ليسعدك، ويعيش العمر كله خائف عليك. ولا تقدم إذن الأم أعطاها حقها، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، لكن لا تنسى الأب. إذا كانت أمك قدمتك إلى العالم، فالأب هو الذي يقدم العالم كله بين يديك. إذا الأم تمنحك الحياة، فالأب يعلمك كيف تعيش في هذه الحياة. إذا الأم تحملك في بطنها 9 أشهر، فالأب يحملك أنت وأمك العمر كله. إذا الأم تتأكد أنك لست بجائع، فالأب يعلمك كيف ألا تجوع. إذا الأم تحملك على صدرها، فالأب يحملك على ظهره. إذا الأم تحمل عنك المسؤولية، فالأب يزرع فيك المسؤولية. إذا الأم تحميك من السقوط، فالأب يعلمك كيف تقوم بعد السقوط. إذا الأم تشعر بك وتحبك منذ ولادتك، الأب لن تشعر به ولن تشعر بحبه إلا إذا أنت أنجبت الأبناء. هنا تعلم كيف كان أبوك يحبك. الأم هي منبع الحنان، لكن الأب هو منبع الأخلاق. الأب هو تلك الشمعة التي احترقت العمر كله من أجل أن تضيع السعادة لك ولأمك ولإخوانك. الأب هو الذي تغرب وابتعد عن أحبابه وأصحابه وأنس نفسه. لماذا؟ ليؤمن لك السرور أنت وأمك. الأب هو الذي تحمل الديون، هم بالليل وغم بالنهار، ما شكاه لك يوما، بل إنه يأتي إلى البيت فيرمي الهموم كلها خلف الباب ثم يدخل إليك حتى لا يؤذيك بهمومه ومشاكله. أبوك هو سندك في الملمات، خاصة البنات، هو الجدار الذي تستند إليه في حياتك، هو المركب الآمن في بحور الملمات. لذلك اليتيم في البشر يا كرام ليس الذي يفقد أمه، اليتيم في البشر هو الذي يفقد أباه. في الحيوانات اليتيم هو يتيم الأم، أما في البشر لا، اليتيم هو يتيم الأب، ثم بعد ذلك يتيم الأم. والله يحرق قلبك حال بعض الأبناء. تجد بعض الأبناء سبحان الله ليس له منطق طيب مع أبيه، لا يتكلم إلا بفظاظة، لا يتكلم إلا بغلظة، لا يحترم الأب، يرفع صوته على أبيه. لماذا يا أخي؟ لماذا هذا الغلظة وهذا الجفاء؟ ما الذي فعله بك أباك؟ لا يتحمل المسؤولية. تجد أن البيت في 4-5 سيارات أمام الباب، ومع ذلك السائق هو الذي يقوم بمسؤوليات البيت كلها. أين الأبناء؟ والأب هو الذي يتابع المستشفيات، وهو الذي يسدد الفواتير، وهو الذي يتابع متطلبات البيت. أين الأبناء؟ وأيضا هناك لا يسانده ولا يقف معه. تجد الأب مثلا أمضى العمر كله في غربة، في تعب، مدارس خاصة، مدرسين، فلما وصل إلى الذروة وبدأ ينتظر النتائج من الابن، وإذا به عاطل خامل لا يبحث عن عمل ولا يبحث عن وظيفة العمر كله وهو وبال على أبيه. أهكذا يكون بر الأب؟ أيها الابن خذها مني وأقسم عليها إن أجمل هدية يقدمها الابن لأبيه هو صلاحه، هو توفيقه، هو أن يراك ترفع اسمه في المحافل، هو أن يراك ترفع رأسه في كل مكان، هو أن يرى الناس تقول لك أيها الابن رحم الله من ربك. هنا أنت أعطيته أغلى وأجمل هدية يتمنها لك. إذن أنت المستفيد. فأبوك ولو كان قاسيا، أبوك ولو طلق أمك، أبوك ولو عاملك بغلظة، هو أبوك، لا تعرض عنه. تستطيع أن تغير الزوجة، تستطيع أن تنجب الأبناء، تستطيع أن تفعل كل شيء إلا الأب. من أين تأتي بأب جديد؟ فما لك إلا هو.